وقبل ما تسترسل في أي فكرة ما تسألش نفسك هي الفكرة دي نافعة ولا لأ، لكن اسأل نفسك هي الفكرة دي نافعة ولا لأ دلوقتي، ولو كانت الإجابة لأ اركنها، لأنك ما اتخلقتش عشان تفكر في أي حاجة وكل حاجة. كمان من أهم أسباب عدم فصلان دماغك واللي بتخليك على طول تعبان هو تفكيرك في غيرك. عشان كده ربنا قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فخد بالك من عقلك وما تسرحش بيه في الأمور اللي تخص غيرك. اللي ينجح ينجح واللي يكسب يكسب، خليه يفكر بس في الأمور اللي تخصك. كمان من الحاجات اللي تساعدك على إنك تخفف تفكيرك إنك تعيش بهدف. املى راسك واشغل نفسك، لأنه زي ما بيقول أبو حيان التوحيدي: الهم فاكهة النفس الكسولة. يعني وقت الفراغ العقل بياكل نفسه، لأن الهدف والمعنى والقيمة بتهدي الزحمة اللي في راسك، لأنك بتكون عارف كويس رايح فين فما بتتوهش في وسط أفكارك. فاكتب كل اللي في دماغك وما تحكمش عليه، لكن فضيه بس. كمان من